اول مره اعمل الكيكه بالطريقه السهله قوي دي، وبصراحه لقيتها حلوه جدا جدا، واول مره في حياتي الكيكه تظبط معايا قوي كده ما شاء الله. كانت هشه كده وطعمها تحفه وخطيره، وبجد عجبت كل اللي دقها. مقاديرها بقى سهله قوي. هتجيبي كوبايتين دقيق وكوبايه سكر بودر ونص كوبايه زيت وكوبايه لبن وثلاث بيضات وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. هنجيب بقى معانا الخلاط ونحط فيه البيض والسكر والفانيليا، وبعد كده هنحط تدريجيا الزيت واللبن. كان بقالي كتير بصراحه ما وقفتش كده في مطبخي وعملت اكل او حلويات، فحاسه ان انا واقفه يعني لسه بتعرف على اماكن الحاجه، لاني كان بقالي كتير غايبه عن البيت من بعد الولاده. فاللي هو ايه، بحاول ان انا استرجع تاني ان انا اقف في المطبخ واعمل حاجه البيت. كل مره بكون بعمل فيها اي اكل او اي حلويات بقول لنفسي يا رحمه ما تنسيش خالص ان انت تفتحي الفرن قبل ما تبداي في الحاجه يعني، ومع ذلك بنسى وبفتح في الاخر الفرن في اخر لحظه اكون خلصت فيها الحاجه، فبضيع وقت اكتر. فبصراحه انا دايما بقع في الفخ ده، فاللي زيي برضه